ابويا بات عندي من تاني يوم جواز. تاني يوم الفرح ابويا كان بايت في بيتي. الغريبة انه قال لجوزي اخر حاجة كنت ممكن اتخيلها. انا ليا اب كان اي حد ممكن يتمناه او ممكن يرفضه. هو انا مش عارفة احكم، انا بحكي عشان انتوا اللي تحكموا. يا ترى ابويا فعلا كان اي حد يتمناه ولا اي حد يرفض انه يكون ابوه؟ انا ماليش غير اخت واحده. امي ماتت واحنا لسه عندنا انا 6 سنين واختي 3 سنين، وابونا رفض انه يتجوز بعد امي وهب لنا حياته، وكان اب بمعنى الكلمه. ابويا كان بيرجع من شغله جري عشان يحضر لنا الغداء، وقبل ما ينزل كان بيحضر لنا الفطار. مفيش طلب كنت بطلبه انا واختي غير لما يجيلنا اضعاف ما طلبنا. لما كان حد من العيله يزعق لنا او يجي جنبنا كان بابا بياكله بسنانه، وكان يقول له الا البنات اوعى تزعق لهم ولا تيجي جنبهم، ده هم اللي طلعت بيهم الدنيا. ياما تيتا الله يرحمها حاولت تقنعه انه يتجوز وانه لازم يجيب الولد عشان خاطر يقف معانا، لان هو بعد عمر طويل مش هيبقى لينا حد. لكن هو رفض وقال لها انا ما اضمنش اللي تيجي تعمل ايه في بناتي. كل اللي كان بيحاول يقنعه عمره ما اداله ودن، بالعكس كان مصمم على قراره. انا اتجوزت بناتي وبناتي هم الدنيا وما فيها، مش هسيبهم ولا هتخلى عنهم. ابويا انا ما افتكرش انه كان زي الرجاله اللي في سنه ينزل يقعد على قهوه ولا ينزل يروح مع اصحابه في اي مكان. كان يخلص الشغل ويجري جري عشان يذاكر لنا ويغسل لنا هدومنا ويعمل كل شيء. كان زمان كمان مفيش غسالات اوتوماتيك زي دلوقتي، كان بابا بيفضل يوم كامل يغسل على ايده ويفضل ينشر لنا في الهدوم اللي ما كانتش بتطلع نظيفة قوي، بس في الاخر هو اللي كان بيعمل لنا كل حاجة بايده وبنفسه، من اكل الشرب اللبس. كان متابع كل خطواتنا، كان بيغير علينا لدرجة انه مش عايزنا نصاحب اي حد كنا بنصاحبه ونحس ان احنا قريبين منه او هو قريب مننا، ان كان بنت او ولد كان بابا دايما بيدخل يبوظ العلاقة، ان كان يتريق على الشخص اللي احنا مصاحبينه او البنت اللي احنا مصاحبينها، ان كان يتكلم بطريقة مش حلوة يزعق لها، يعمل اي شيء. المهم ان الطرف التاني ده كان بياخد بعضه وبيمشي، لحد ما جت اختي الكبيرة وجالها عريس زي اي ما بنت بيتقدم لها عريس. بابا جنن العريس بمعنى الكلمة. عارفين كده فيلم عريس من جهة أمنية؟ بابا كان ألعن منه بكتير. بابا كان بيطلب طلبات أي شاب في سن جوز أختي عمره ما كان يقدر عليها، وكان ساعتها الناس تقول له يا ابني ده مش عايز الجوازة تتم، يا ابني سيب البنت. لولا إن جوز أختي كان بيحب أختي جدا ساعتها بقى يعمل المستحيل عشان يلبي له طلباته، ووافق والحمد لله اختي اتجوزت. لكن بابا من ساعه ما اختي اتجوزت كان بيضايقها، وكان طول الوقت بيكلمها ويدعي قدام ان هو تعبان وهو مش تعبان ولا حاجه، وكان يقعد يقول لي بصي احنا هنتفق ان انا تعبان واختك هتتصل عشان تتاكد منك تقولي لها اه ده بابا تعبان، ده بابا بينزف، ده بابا مش قادر، ده بابا ما كانش بيتكلم، ده بابا نايم اليوم كله. واتفقنا ولا مش اتفقنا؟ ساعتها كنت اقول له يا بابا طب وليه؟ سيبها قاعده في بيتها، سيبها قاعده، ده لسه عندها بنت صغيره في حضانه، ما ينفعش ان احنا نفضل كل شويه مجرجرينها. يقول لي تسمعي الكلام وانت ساكته وما تنطقيش. كان يتصل باختي يرسم انه تعبان ومش قادر ومش قادر ياخد نفسه، لاما يجبرني ان انا اللي اعمل كده. اختي طبعا كانت تيجي على ملا وشها من غير ما تنطق ولا كلمه. في الاول كان جوزها بيجي معاها، لكن الامور بقت معقده جدا وبابا زاد في طلبه جدا، لدرجه ان بقى كل اسبوع اختي بتيجي تقعد عندنا بالاربع 5 ايام وبتقعد في بيتها يومين. جه في مره جوزها اتخنق وزهق وقال لها لا الموضوع زاد عن حده، انا اتخنقت من ابوكي، مش هينفع كده، انت ما فيش اسبوع من يوم ما اتجوزتك الا لما بتتجرجري تقعدي هناك بالاربع 5 ايام، انا حقي فين عليكي؟ ابتدت اختي تاخد موقف وتكلمني تقولي لو ابوكي تعب ما تكلمنيش لان جوزي خلاص جاب اخره وهيحصل مصيبه. كان في الفترة دي أنا اتقدم لي عريس، كان مفروض إنه زميلي في الجامعة وأنا بحبه جدا جدا وهو كمان بيحبني، وظروفه المادية مش أحسن حاجة. ساعتها كنت مرعوبة بابا يعمل فيه نفس اللي عمله في جوز أختي. بقيت أتحايل على بابا وأقول له يا بابا ما تكسرش قلبي وما تكسرش سعادتي، لو أنت بتحبني أنا خطيبي على قده مش قادر، وهو عايز يجي يتقدم لك وخايف منك من كتر ما أنا كنت بحكي له على اللي أنت عملته في جوز أختي. لكن هو في الأول طمني وقال لي ما تخافيش خليكي يا بنتي، إيه المشكلة، إحنا بنشتري راجل. أنا اطمنت. ومن يوم ما جيت اقدم لي زميلي وبابا وراه النجوم في عز الظهر،
اول حاجه عملوا بطريقه وحشه جدا جدا، لدرجه ان سابه قاعد في الصالون فوق الساعتين والحجه انه بياخد شاور. كنت هتجنن ومكسوفه جدا، وقاعده اقول له ما تزعلش، حقك عليا، انا عارفه ان بابا بيحبنا، اصل بابا ملوش غيرنا. وهو يقول لي مش مهم، انا هعدي واستحمل عشانك. فعلا عدى واستحمل. وبابا لما خرج بقى يكلمه من طراطيف مناخيره وبيكلمه وحش جدا، وابتدى يطلب لستة الطلبات اللي طلبها قبل كده من جوز اختي. لكن خطيبي قال له اللي انت عايزه يا عمي انا هجيبه. قال له هتجيبه منين؟ قال له انا عندي حته ارض هبيعها وكل اللي انتوا عايزينه انا هجيبه. وفعلا راح باع حته الارض اللي عنده وجاب كل حاجه بابا كان طالبها. بابا بقى يتغاظ ان كل ما يطلب هم بيقدروا يحققوا الطلب. كان نفسه يعجزهم بس للاسف معرفش. لحد ما اتجوزت، وليله فرحي بالليل تاني يوم بالظبط، يا دوبك الصباحيه بالليل، بابا جاي زي اي اب يبارك لي، انا ماليش حد. فجاي وجايب معاه الحاجات الزياره، وجايب اختي وجوز اختي معاه وشويه كده قرايبنا من العيله. واحنا قاعدين بابا فجاه مسك قلبه، يا قلبي مش قادر مش قادر مش قادر اتنفس. طبعا انا كنت فاهمه الحركات دي كويس، لانه ياما عملها لما كان بيبقى عايز اختي تيجي على ملا وشها. فانا بقيت قاعده قلت بس بابا حطنا في دماغه، بابا قرر يعمل تعبان عشان ما ينزلش ويبات معانا. وقد كان. طبعا جوزي اتلهى وخاف عليه وما كانش فاهم حاجه، وجري وقعد يعمل له ميه بسكر ويجيب له ميه وخد يا عمي. في الاخر انا مش قادر يا ولاد انزل، انا مش قادر، انا هنام مكاني. ونام مكانه على الكنبه. اختي خدت جوزها ونزلوا، والقرايب اللي كانوا معانا نزلوا. واختي بقت تقول لي الله يعينك ده ابوكي خلاص نوالك على النيه. وفعلا من تاني يوم جواز وابويا قرر يقعد. اللي كان تعبان تاني يوم الصبح سامعاه بيتكلم في التليفون ومفيهوش اي حاجه، وجوزي سامع وبيقول لي ما ابوكي زي الفل اهو بيتكلم في التليفون، امال ليه امبارح كان عامل فيها هيموت. طبعا انا فاهمه كل حاجه لكن خرصانه ومش قادره اتكلم. قلت له معلش امسحها فيا، اعتبره ابوك، انا ابويا راجل كبير وملهوش غيرنا. قال لي طب على الاقل كان روح مع اختك متجوزه بقالها سنين لكن احنا لسه عرسان. قلت له عشان خاطري سامحني ومسحها فيا انا. بابا قعد اليوم بقى 2 بقى 3 بقى 4 لحد ما اختي جت هي وجوزها. بعد ما كلمتها في التليفون قلت لها جوزي خلاص جايب اخره، جوزي جايب اخره بمعنى الكلمه، احنا المفروض كنا هنسافر مش عارفين نسافر. اختي جت هي وجوزها وقعدوا يتحايلوا عليه انهم ياخدوا عندهم، وبعد محايله تقريبا ساعتين لحد ما اقتنع ونزل معاهم. اول ما نزل خدت بعضي انا وجوزي وقلت له يلا نسافر بدل ما بابا يرجع لنا بكره ولا يحصل اي حاجه. سافرنا لكن بابا ما كانش سايبنا في التليفون، بيكلمنا تقريبا كل نص ساعه، لدرجه ان جوزي حلف عليا ان لو ما قفلتش التليفون هيكون اخر يوم بيني وبينه. قفلت التليفون ولما فتحته تاني يوم ابويا بهدلني، قعد يقول لي انت مش انسانه وانت مش بني ادمه وانت مش محترمه وازاي تعملي كده وازاي تقفلي التليفون وتقلقيني. قلت له يا بابا قال لي اكنا مع جوزي، هو انا ايه، هو انا هربانه من المدرسه؟ انا واحده معايا راجل بيخاف عليا زي ما انت بتخاف عليا. زعل قوي من الكلمه دي وقال لي انت بتقارني خوف جوزك عليكي زي خوفي انا عليكي، انت اتجننتي في عقلك، انت ازاي نسيتي يا خوفي عليكي وحب ليكي، والله العظيم اجي اطلقك دلوقتي منه. وجوزي كان سامع صوت بابا اللي قد كده في التليفون، وبعد ما قفل قال لي لدرجه انه بيقول لك اجي اطلقك منه، هو ازاي ابوك يتكلم بالصيغه دي؟ لدرجه انه بقى يخلي الجيران يكلموني ويقولوا لي انا واختي انتوا جحدين وسايبين ابوكوا لوحده في الشقه، ده ابوكوا تعبان ومخلينا نكلمكم، انتوا ازاي سايبين ابوكوا لوحده بعد ما رباكم وانحنى ظهر عليكم. وبقت الناس تكلمنا والبقالين يكلمونا وانا واختي في نص هدومنا، ونمشي نتجرجر في نصاص الليالي نجري عشان نشوفه هو في ايه، ونلاقيه ما فيهوش حاجه واحنا متاكدين ان ما فيهوش حاجه. هو كل القصه انه بيدعي انه تعبان عشان خاطر يجيبنا، ولما نيجي يقول لنا انتوا المفروض تقعدوا عندي بالثلاث اربع 5 ايام في الاسبوع، انا المفروض ليا تلتين الشهر وجوزك منك ليه التلت، انا اللي ربيت وانا اللي كبرت وانا اللي صرت وانا اللي تعبت. كنا ناخد الموضوع بضحك لدرجه ان مره جوزي جاي ياخدني قال له هي لحقت ده بقالها 4 ايام بس. قال له يا عم انت كويس واحنا محتاجين لها وولادها محتاجين لها. لكن ابويا اتكلم معاه باسلوب وحش جدا وقال له لولا الملامه كنت زماني رشيت عليك ميه مش نظيفه من فوق. ساعتها جوزي زعل جدا وخد بعضه ونزل وقال لي انا مش هاجي البيت ده تاني، عايزه ترجعي بيتك اهلا وسهلا، مش عايزه اخليكي جنب ابوكي. وفضلت الامور تتكرر لحد ما ابويا كان سبب في خراب بيتي انا واختي.
جوز اختي زهق من كتر اللي بابا بيعمله وقال لها يا بنت الناس انا مش عايزك تاني، واكتشفت انه بيخونها. ولما واجهته قال لها والله ده ابسط حقوقي، انا قرفت منك وقرفت من جوازتك وقرفت من ابوكي، ولو رجع بيا الزمن عمري في حياتي ما كنت اتجوزتك انت بالذات. لما قالت له على البني ادمه اللي عرفها قال لها انا هتجوزها، قالت له لا انا لا هي اختار الجديده، وساب اختي واختي اتطلقت. بعديها يا دوبك ب8 شهور جوزي تقريبا حب يقلده من كتر ما جوز اختي كان بيلعب في دماغه، وقال له ده انا ربنا كرمني ونجدني من العيله دي، احنا ازاي كنا مستحملين؟ قال له العيال هتتربى، ايه اللي هيجرى للعيال؟ لكن احنا كنا مكبوتين وقرفانين. وانت فاكر ان العيال كانت هتتربى وهي طول الوقت عايشه عند ابوها عماله تخدم في ابوها وسايبه جوزها وسايبه عيالها؟ ساعتها جوزي ابتدى يتغير، ما بقاش طايق لي كلمه، اي كلمه اقولها بقى يزعق ومش طايقني، ووصلت انه مد ايده عليا ودي كانت عمرها ما حصلت. وساعتها غضبت، فضل اكتر من 5 شهور ما بيسالش، وابويا للاسف كان بيشعل الامور ويتصل بيه يقول له انت فاكرني هغلب فيها؟ اوعى تفتكر دي قاعده ومنوراني، ويقفل السكه في وشه. ومفيش مشكله كانت بتحصل بيني وبين جوزي الا لما بابا كان بيكبرها بطريقه غريبه، لدرجه ان جوزي كان بيقول لي انا نفسي افهم فين كبيرك اللي اشتكي له، اللي يجيبك ويردك عن غلطك. انا اي مشكله بتحصل بينا لو رحت لابوكي هيكبرها وهيفضل طول الوقت يسخن فيكي عشان مصلحته الخاصه عشان ترجعي تقعدي معاه. انا مش عارف اعمل ايه. ومن كتر ما جوز اختي ابتدى يلعب في دماغه، وفعلا جوزي كان جاب اخره واتخنق، هو كمان طلقني غيابي، ورجعت عشت تاني في بيت ابويا. بس جوزي رفض انه يديني العيال وقال لي انا ماليش ذنب، انا عايز عيالي يتربوا مع امي، وانت اي وقت عايزه تشوفيهم شوفيهم. ساعتها ما رضيتش احرم العيال من ابوهم لان كان روحهم فيه، وبالود قلت له مفيش مشكله وخلينا اشوفهم يومين في الاسبوع. اختي كانت مخلفه بنت وولد هما اللي معاها دلوقتي، وانا واختي رجعنا مطلقين، وانا واختي بقينا عايشين بوزنا في بوز بعض، ومش فاهمين ايه اللي بيحصل لنا، ومش فاهمين ايه ذنبنا. يا ترى ذنبنا ان ابونا ربانا؟ بتهيألي كان يرمينا احسن واهون، لو كان رمانا كان هيبقى افضل. ابونا طول عمره بيعايرنا بانه ربانا، بيعايرنا وبيمن علينا بانه فكره انه ما اتجوزش وقعد علينا، يا ريته اتجوز وكان رحمنا من العذاب اللي احنا فيه. ابويا وقابل وجه كريم من 6 شهور، انا مش قادره اسامحه، انا حاسه ان هو السبب في اللي انا فيه. دلوقتي انا سني 43 سنه، يعني ولا عمري هتجوز تاني ولا ينفع لي جواز تاني. جوزي اتجوز وجوز اختي اتجوز والاتنين عايشين حياتهم بالطول وبالعرض. انا بشوف عيالي زي الغريبه يومين في الاسبوع، وكل ما اعرض على عيالي يجوا يعيشوا معايا يقولوا لي لا يا ماما احنا مرتاحين مع بابا ومع نناه وهي بتعاملنا كويس جدا. وحماتي ما انكرش انها ست طيبه وبتعامل ولادي معامله زي الفل، لكن انا حاسه ان انا لوحدي في الدنيا. اختي على الاقل معاها ولادها، انا معيش اي حد، عايشه لوحدي من غير اي حد، وابويا هو مات وانا مش عارفه ايه ذنبي في الدنيا، انا مش قادره اترحم عليه. اختي صراحه غيري، بتقولي بابا كان بيحبنا وكان بيعمل كده من دافع الحب. قلت لها انت مش هتحسي بالنار اللي في قلبي، اولا انت جوزك خانك ويمكن ده ضايقك منه ووجعك، تاني حاجه انت عندك عيالك معاكي اللي بتشوفيهم بيكبروا قدامك، لكن انا فقدت كل حاجة، فقدت راجل كنت بحبه وبيحبني، وفقدت عيالي، وكل ده بسبب أبوكي وحب أبوكي المرضي ليا وليك انت كمان. بتقولي أنا مش قادرة أترحم على أبويا ومش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة أنا كده غلطانة وعليا وزر ولا لأ، بس أنا حقيقي حزينة جدا على حياتي. حتى دلوقتي جوزي مهما فكرت اللي هو طليقي، لو فكرت ارجع له هرجع على واحدة تاني خلف منها، بدل ما انا كنت انا الاولى والاخيرة في حياته بقى في واحدة في حياته وبقت هي اولى عنده مني، ويمكن هو كمان ما يرضاش يردني ولا يرجعني. مش عارفة اتصرف ازاي ومش عارفة اعمل ايه، ومش قادرة اترحم على ابويا. بتقولي والله انا طلع عمرة بعد 2 أسبوع من دلوقتي، وخلاص تاريخ العمرة اتحدد، ومفروض ان انا اروح اعمل لنفسي عمره وبعد كده اعمل لوالدي، لكن انا مش عايزه اعمل لوالدي. حاسه ان والدي ظلمني قوي قوي، حاسه انه جه عليا قوي قوي، ومش قادره حتى ادعي له بلساني، فازاي لو رحت اعمل له عمره؟ انا مش عارفه انا صح ولا غلط، لكن كل اللي انا عارفاه ان انا محطمه نفسيا، وحاسه اني خسرت كل حاجه وهو السبب، رغم ان ابوها ميت وسايب لهم ورث كويس جدا، والاتنين مستورين ماديا جدا الاختين، ومفيش عندهم مشاكل ماديه. لكن بتقولي انا حاسه ان انا الوحده هتموتني، هعيش واموت لوحدي. اختي على الاقل عارفه تلهي نفسها بولادها وبصحبات ولادها وبتنزل وبتروح وبتيجي، لكن انا
حياتي سودة وما فيهاش اي حاجة، قوليلي اعمل ايه؟ إن يعني مشكلة صعبة جدا جدا. وفعلا فعلا زي ما بيقولوا كده في مقولة مشهورة: إنما من الحب ما قتل. للأسف أبوكي بيحبكم حب مرضي، أو كان بيحبكم حب مرضي. عموما رحمة الله عليه، هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل. كل اللي عايزة أقوله لك، اللي انت حكيتيه صعب جدا، وبستغرب جدا لما يكون أب أو أم حبهم في ولادهم يخليهم يبقى ما بيتمنوا لهمش السعادة والفرحة. يبقى ده مش حب، يبقى ده حب امتلاك. لأن اللي بيحب حد بيتمنى له السعادة وبيتمنى يشوفه سعيد وبيشوف الضحك على وشه. لكن اللي عايز يمتلك حد ويعمله ملكية خاصة ليه ويتحكم في كل تصرفاته، يبقى عمره ما يكون بيحبه، ويبقى حب مش حقيقي، مش حب صادق، حب وراه مصلحة، حب في امتلاك. تاني حاجة، نفسي كل أب وأم بيسمعوني بطلوا تمنوا على ولادكم بفكرة احنا ربناكم، احنا أكلناكم، احنا شربناكم. بلاش، بلاش الأسلوب ده. بلاش ان انتوا تمنوا على ولادكم بفضلكم عليهم، لان ده طبيعي، انتوا سبب وجودهم في الدنيا، فطبيعي انكم تربوهم وتعلموهم. بلاش كل شويه المعايره. لو اب ما اتجوزش بعد مراته عشان يربي بناته او يربي ولاده، بلاش يقول لهم ده انا حنيت ظهري عليكم، ده انا كسرت ظهري وراكم، ده انا كفايه اني ما اتجوزتش. انت ما اتجوزتش باختيارك، اتجوز، لكن ما تقعدش تعايرهم وتبهدلهم. او ست ربت عيالها بعد ما جوزها مات، ما تقعديش تقولي لهم ده انا عملت وانا سويت. هما بيحبوكي وانتي بتحبيهم، من غير ما حد فينا يبقى متفضل على التاني بشيء. ده فطرة ربنا فطرنا بيها. فطر الأب والأم بيعشقوا ولادهم وبيحبوهم، وممكن يضحوا بأي حاجة عشانهم. والعكس صحيح، مفروض الابن أو الابنة بيكونوا بارين بأبوهم وبأمهم. لكن مش الحب اللي يخلي ولادنا يبقوا عايشين في حيرة كده احنا ما بنحبهمش. مش الحب اللي يخلي ولادنا يتظلموا. مش الحب اللي خلى بنتين يتطلقوا. ده مش حب ابدا. فابوكي اساء التصرف، مش هنكر، وابوكي كان غلط، مش هنكر، فابوكي اللي عمله مش اصوله وما يصحش، مش هنكر. لكن ما ينفعش لا من قريب او من بعيد تبقي كارهه تدعي له. ما ينفعش انك لما تروحي تعملي عمره تستخسري في العمره. لا، ما ينفعش، لانه رباكي وانت صغيره، لانه على الاقل كان سبب وجودك في الدنيا، لانه على الاقل سترك وكان سبب في سترك. هو اساء التصرف، اساء التصرف بدافع انه بيحب، وده طريقه كانت غلط. لكن مش معنى كده انك تبطلي تدعي له. ما ينفعش، ما ينفعش. لعل وعسى هو في اشد الحاجه للدعوه اللي انت هتدعيها ومستخسراها فيه. لعل وعسى هو في اشد الحاجه للعمره اللي انت ممكن ما تعملهالوش. هو غلط، بس اوعي تغلطي زيه، واوعي تصلحي الغلط بالغلط. اللي حصل قضاء الله وقدره، وربنا مقدر لك اللي حصل، ومقدر لك انك تنفصلي، ومقدر لك ان ولادك ما يبقوش معاكي، وربنا جعل ابوكي سبب. لكن انت كده كده كان مكتوب لك هتتجوزي امتى وهتنفصلي امتى. ابوكي غلط حقيقي، ابوكي غلط، لكن ما ينفعش تعاقبي ميت. والميت ده مش اي حد، ده ابوكي. فما ينفعش تعاقبي ابوكي. من درجات برك ليه بعد موته انك تدعي له وتتصدقي عليه وتعملي له عمره، ان شاء الله تبقى مقبوله يا رب. طيب انا فين عوضي من ربنا؟ جاي ان شاء الله. طب اشمعنى انا اللي لوحدي؟ ما تعرفيش، يمكن ولادك يكبروا هم اللي يجيبوكي ويبروكي ويبقوا اقرب لك من اي حد. يمكن ربنا يكرمك بزوج تكملي معاه اللي باقي من عمرك، ويبقى راجل محترم ويصونك ويبقى زي الفل. بتاع بكره مش بتاعنا، وما ينفعش نشغل بالنا برزقنا بكره، نشغل بالنا بالنهارده. ربنا خلقنا في الدنيا وهو اللي بيقدر لنا الارزاق، احنا علينا السعي والرضا، ما عليناش اي شيء تاني. ارضي باللي ربنا قسمهولك، وما تقعديش تشحني قلبك بطاقة سلبية تجاه والدك. ما تقعديش تقولي ابويا ابويا هو السبب، ابويا ظلمني، ابويا حرمني من ولادي، ابويا حرمني من جوزي. ابوكي غلط، لكن في الاخر ده ابوكي وربنا هيسألك عليه. وعلى فكرة ابوكي هيسأل على اللي عمله فيكي انتي واختك، وهيسأل على حبه المرضي. بس ابوكي كان مريض نفسيا، ابوكي في حالته كان عايز يروح لطبيب نفسي، ابوكي ارتبط بيكم ارتباط مرضي، حس ان ما بقاش ليه في الدنيا غيركم، فبقى يغير من اي حد يقرب لكم. وانت حكيتي وقلتي حتى من قبل ما تتجوزوا كان بيعمل كده مع صحباتكم ومع اصحابكم. اي علاقه جديده بتدخل في حياتكم كان بيحاول يهمشها ويمشيها عشان يفضل هو اللي موجود. مرض او مرض، ينفع نحاسب مريض على مرض ولا لا؟ لان ده مرض، والمريض ليس عليه حرج. ما ينفعش، ما ينفعش احاسب حد على مرضه.
هو مش مرض مش مرض عضوي، لكن مرض نفسي. واحيانا المرض النفسي بيبقى اقصى بكتير من المرض العضوي. ربنا يرحم والدك ويصبرك ويعوضك خير. ما تستخسريش في الدعوة وما تستخسريش في العمرة، وبإذن الله ربنا هيسخر لك من عباده الصالحين اللي هيعوضوكي. واوعي تفتكري عشان انت 43 سنة ان الدنيا خلصت. لا، الدنيا ما خلصتش. متعرفيش العوض هيجي امتى وفين، ومش بالوقت صدقيني. ياما ناس ابتدت حياتهم تبقى سعيدة من بعد ال45 ومن بعد ال50، لأن ده في الأول في الآخر رزق. ارضي بقضاء الله، لعل وعسى برضاكي ربنا يبدلك الأحوال لأحسن حال، ويكرمك بابن حلال صالح تكملي مع بقية حياتك في سعادة وهنا بإذن الله تعالى، ويردلك ولادك بألف خير بإذن الله. ودايما خلي في صلة بينك وبين ولادك، ولو يومين في الأسبوع خليهم 3 و4، وكلميهم وشاركيهم أحداثهم وشاركيهم أصحابهم وزي أختك ما بتعمل. لو ليهم تمارين روحي معاهم تمارينهم، ما تكتفيش بس إن هم بيجولك يومين، انت ابتدي تدخلي في تفاصيلهم. روحي معاهم كل حته بيروحوها، قولي لهم يا حبايبي انا عايزه اتعرف على اصحابكم، روحي معاهم نادي، روحي معاهم مصيف. ما تبعديش عنهم وتكتفي انه بيجولك خميس وجمعه، عشان بعد كده لما يكبروا شويه هم اللي مش هيجولك حتى الخميس والجمعه لو ابتدت الدنيا تشغلهم. فادخلي انت في مشاغلهم وشاركيهم كل الاحداث عشان يرتبطوا بيكي نفسيا، وساعتها مش هيقدروا يبعدوا عنك. وباذن الله ربنا هيجعل في قلبهم رحمه تجاهك باذن الله تعالى. ربنا يصلح لك الحال ويهدي كل الابهات. ونصيحتي لكل اب وام، بلاش نمن على عيالنا ولا نعايرهم بحاجه احنا عملناها لهم. بلاش طول الوقت نقتتهم، ده احنا بناكلكم بنشربكم بنعلمكم، ده دوركم، ده دوركم. بلاش طول الوقت نقعد ننغص على عيالنا عيشتهم، ونفضل نتفضل عليهم ونمن عليهم ونفضل نقول لهم احنا بنعمل لكم وبنسوي لكم. وبلاش نحبهم حب تملك. اللي بيحب ولاده بجد يحب له السعادة، يحب لهم يشوفهم بخير، يحب يشوفهم متهنيين. الأب يحب يشوف بناته مستورين مع رجالة بجد، والأم بتحب تشوف بناتها مستورة. فأرجوكم أرجوكم بلاش الحب المرضي اللي بيقتل صاحبه، ما تعملوش زي الدبة اللي خنقت ولادها وكانت سبب في موتهم من كتر حبها ليهم. خدوا بالكم، ويا ريت كلنا نتعلم من بعض. يا ريت تقولوا لها رأيكم في الكومنتات، مين موافقني على الرأي ومين شايف فعلا ان ابوها ظلمها وما ينفعش انها تدعي له. قولوا لنا كومنتاتكم، لان بتفرق جدا كومنتاتكم وارائكم مع صاحبة المشكلة. تحياتي ليكم، مروة عزام.